ومعايا كمان النجم محمد صلاح منورنا على شاشه سرمد السعوديه. يعني خلينا نلخص ما حدث كده في المهرجان واحنا على بعد لحظات من الختام. والله هقول لك حاجه محمد، انا مبدئيا بس عايز ارحب بيك وبسرمد لانكم انتوا بجد من الناس اللي حققت تارجت مهم جدا وكبير جدا في فتره قليله جدا. انا من المعجبين بيكم وبسرمد، ويا رب باذن الله تنجحوا وتكسروا الدنيا انكم تستاهلوا. احنا دوره السنه دي كانت زي ما انت شايف كده، الكام يوم عدوا والله كانهم لسه كنا بنتكلم، كانهم ربع ساعه من كتر الفعاليات والجمال. احنا ما بنلحقش ننام يعني. انا النهارده مثلا والله نايم تقريبا 5:30 الصبح او 6 صباحا، وصاحي الساعه 9 الا 10. انت متخيل؟ فتقريبا كل التيم ورك اللي شغال على المهرجان بنفس الروح دي، ويمكن ده بقى من قبل المهرجان ما يبتدي بحوالي 4-5 شهور في فريق كامل كان بيعمل كده ما بينامش. فالحمد لله رب العالمين احنا عملنا حاجه اعتقد انها عظيمه جدا. من اول كل الشركاء النجاح معانا قد ايه هم فرحانين باللي احنا عملناه السنه دي. وزاره الثقافه ومجلس الوزراء، هيئه الترفيه، انا اسف، هيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه، كل الناس اللي معانا قد ايه مبسوطه بالنجاح اللي احنا عملناه السنه دي رغم كل الظروف المحيطه بينا وانت اكيد عارف والناس كلها عارفه اللي حاصل في لبنان وفلسطين. ومع ذلك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. انت ماسك بقى بوزيشن في هو تايتلك ايه؟ بص، هو انا السنه دي ماركتنج مانجر للمهرجان، ده فضل ربنا عليا يعني. انما انا داعم للمهرجان من زمان لانه مهرجان متخصص في المسرح، مهرجان معمول في العاصمه السياحيه من وجهه نظري، مش بس لمصر. يعني شرم الشيخ مش عاصمه سياحيه لمصر بس، ولكنها اعتقد انها عاصمه سياحيه للشرق الاوسط كله. فانك تعمل مهرجان تجمع فيه 35 دوله ب 35 فريق مسرح كلهم بيتنافسوا في ارض السلام، دي حاجه عظيمه كمان في الظروف. انت خلي بالك احنا نسينا، احنا اقرب حاجه لكل الاحداث اللي بتحصل الصعبه. لكن الحمد لله نسبه اشغال الفنادق 90%. ما انا عايز اقول لك ان ما هو ده اللي احنا كنا بنحاول نثبته وبنقوله للعالم. رغم اي حاجه احنا سبورت جدا جدا لغزه ولبنان. احنا مش هنسكت، مش هنقعد في بيوتنا ونقول طب خلاص كده بقى نقعد لا، هنشتغل وهنقول احنا داعمين للقضيه بكل الطرق. كل الدول اللي معانا قد ايه كانت داعمه، حتى في حفل الافتتاح لما حصل حاجه ليها علاقه بغزه، كل الدول الاوروبيه المشاركه، كل الفرق المسرحيه قد ايه كانت سبورتيف. الحمد لله. واعتقد ان شاء الله الدوره الجايه كمان العشره فيها مفاجاه عظيمه، يا رب يعني تكمل على خير، وانت ممكن تبقى اول حد يعني تعرف المفاجاه دي بعدين مش دلوقتي. قول لي عندنا على مستوى التمثيل بقى ايه؟ على مستوى التمثيل عندنا ايه الفتره الجايه؟ انا انت مضيت مسلسل ويعني ممكن ما تقولش بس يعني نعرف الخبر للناس. لا بص، هو انا عندي مسلسل لسه ما وضعتوش بامانه، ولكن الدور والحاجات وكل التفاصيل عندي، ويا رب يتم على خير. عندي فيلمين بعملهم، فيلم اسمه اوتو كروس اخراج ابراهيم نشأت، وفيلم اسمه في الاوضه اخراج الاستاذ حسن السيد. وده دور جديد جدا، انا بعمل كوميدي لاول مره في حياتي بساركازم، يعني انت هتتفاجئ بيا في الفيلم ده. عندنا فيلم كمان ثالث ان شاء الله يا رب اسمه ايرور، وده والله 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 يا محمد يا حسن اول مره اقول الكلام ده لحد يعني او في قناه يعني. ايرور فيلم هيبقى باذن الله حاجه عظيمه جدا جدا. انتاج المحترم الكبير العظيم هشام سليمان، رئيس لجنه عليا هنا في المهرجان، وهو الاب الروحي لكل فنانين مصر ولكل الشباب ولكل اللي بجد موهوبين. راجل بيدعم الناس بشكل غير عادي، ربنا يحميه ويحفظه. فيا رب الفيلم ده باذن الله يا رب يتحضر على خير ويبقى فتحه خير على كل الناس اللي هتشتغل فيه. اشكرك يا فنان. الله يسعدك يا محمد حسن.